فصل جديد من يوجين وجين تاي، ونكمل القصة لحد آخر مرة وقفنا فيها. جين تاي بدأ يقرب من يوجين أكتر وأكتر، وعايز يقيم علاقة معاها، فهي قالت إنه لسه بدري إنهم يعملوا كده، وكمان لسه ما يعرفوش بعض أكتر. ويوجين قالت إنهم لازم يكون في خطوات يعملوها مع بعض عشان يوصلوا للعلاقة دي. فجين تاي قال لها ايه هي الخطوات دي؟ فهي قالت له أول حاجة لازم يكون في اعتراف بالمشاعر. طبعا جين تاي رد سريع وقال لها خلاص نعترف دلوقتي، وقال لها إنهم يتواعدوا يعني يرتبطوا. وبعدها قال لها إيه هي الخطوة اللي بعد كده؟ هي تنحت من رده السريع وقالت إنهم لازم يمسكوا إيدين بعض. بعدها هو على طول لمس إيديها وشبك إيده في إيديها. بعدها هو قرب منها وبيقول لها إيه الخطوة اللي بعد كده؟ فهي قالت موعد غرامي. فهو استغرب وقال لها موعد غرامي؟ فهي ردت وقالت إنه مهم الموعد الغرامي ده بين أي اتنين مرتبطين. فهو سكت شوية وبعدها وافق. بعدها هي قالت له إن أخت السيد جين تاي الرئيسة التنفيذية قالت لها إنه ممنوع هي وجين تاي يبقوا مرتبطين أو في علاقة مع بعض. فرد جين تاي عليها وقال لها يعني هي قالت كده، وقال إنه مش بيهتم بحد وأهم حاجة نفسه. نيجي لبعد كده، جين تاي جاهز ويوجين كمان جاهزة للموعد الغرامي، فهما الاتنين بيقترحوا لبعض هيعملوا ايه في الموعد الغرامي ده. يعني يتمشوا ولا يروحوا في نزهة بالعربية ولا يروحوا سينما ولا يعملوا ايه؟ فضلوا يتكلموا مع بعض في الاقتراحات دي. بعد كده جين تاي كان واقف ومستني يوجين تلبس عشان الخروج. بعدها يوجين جت وكانت كيوت ولطيفة وجميلة جدا، فهو فضل باصص عليها وسرح فيها من جمالها. بعدها هما اتمشوا وهي عمالة تتكلم معاه وتضحك وتهزر وهو ساكت ومكشر. بعدها هو كان لابس على راسه لبس يخص المكان، وبيقول لها وهو مكشر إنها راضية على المكان ده ولا لأ، وهي مبسوطة بتقول إنها حابة شكله وهو كده. وفي الآخر راحوا الملاهي. بس غريبة دي، شخصية جين تاي مع الملاهي إزاي ده؟ ووقتها فضلوا يتمشوا في الملاهي وبيتكلموا عن الموعد الأول لأي اتنين. فجين تاي بيقول لها إن ده يعني موعدها الأول، وهو بيقول لها كده وهو مكشر. فهي ردت عليه وقالت إنها طول حياتها بتسدد ديون أبوها، وهي عايزة تعيش حياتها على الأقل دلوقتي. فهو رد وقال لها إنه البتاعة اللي على راسهم دي يا ترى من ضمن الرومانسية والموعد الأول. فهي بتضحك وبتقول إن دي هدية الموعد الأول، وهي عمالة تتكلم وهو واقف يتفرج عليها. نيجي لبعد كده الملاهي والألعاب المختلفة، ويوجين واقفة محتارة تجرب أنهي لعبة الأول. فهي عاملة إنها قوية ومش بتخاف إنها تركب المرتفعات دي. وفجأة هي قالت إنها عايزة تعترف له إنها بتخاف من المرتفعات دي، وقالت له
إنهم ممكن يركبوا أي حاجة تاني. بعدها ركبوا العربية دي، وجين تاي لسه مكشر، وهي عمالة تتكلم وبتتفرج على الحيوانات وهم ماشيين بالعربية، ويوجين مبسوطة وهو لسه مكشر برضه. أصلا جين تاي مش بتاع الرحلات دي من الأساس، بس هو باصص عليها وبيتفرج عشان هي مبسوطة. نيجي لبعد كده، هما رجعوا للأوتيل، قابلهم مدير الفندق وقال لهم إن والدة جين تاي وأخته جم عشان يشوفوا جين تاي وهما مستنيينه. فجين تاي ويوجين راحوا لقيوهم قاعدين ومستنيهم، وأم جين تاي سلمت على يوجين وقالت إنها سمعت عنها كتير، وقعدوا مع بعض وجين تاي وقتها ساكت. بعدها أخت جين تاي قربت من يوجين وبتقول لها إن أمها هتخلي جين تاي يبقى عايز ياكل، هي مسيطرة عليه. بعدها هي قدمت ليها هدية، ويوجين عجبتها الهدية جدا. وقتها جين تاي بص على يوجين وابتسم، ويوجين بصت عليه وبتقوله ما تضحكش. وأخت جين تاي بصين على جين تاي ويوجين ومستغربين من الانسجام اللي بينهم. نيجي لبعد كده، يوجين وجين تاي في الغرفة، ويوجين ماسكة التليفون، فيوجين بتبص لقيت جين تاي وراها. بعدها هي لسه هتتكلم وهما واقفين، هو راح لمس خدها وقرب منها وبيهمس في أذنها وبيقول لها ايه رأيك في الإغراء، وقال لها إنها مش عايزة تأكد الخطوة اللي بعد كده في علاقتهم، ومسك ايديها وبيقول لها إنها فرصة لتلمس جين تاي بنفسها. هي تنحت ومش عارفة تهرب منه ازاي. بعدها بدأت ترفع ايديها وبتقول في نفسها هي لو لمسته حياتها هتتغير 180 درجة، وبتقول ايه اللي هيحصل معاهم بعد كده وهي مش عارفة. بعدها هي غيرت الموضوع وحاولت تلهي نفسها وتهرب منه بالكلام، وبتقول إن الخطوة اللي بعد كده لازم تكون بعد 3 مواعيد. هو بص عليها وساكت، وبعدها وافق، وهي استغربت عشان هو وافق على طول كده من غير نقاش. فهو قال لها إن هو موافق بس عنده شروط. هي طبعا تنحت واستغربت، فراح قال لها إنه الشرط الأول إنها تروح تنام في الأريكة بتاعتها، في الكنبة بتاعتها يعني اللي هي متعبة دي، والشرط التاني هو إنها تنام معاه على سريره. فهي ردت وقالت يعني مفيش شرط تالت؟ فهو قال لها لأ، مفيش شرط تالت، قدامك شرطين واختاري بينهم. نيجي لبعد كده، يوجين ما كانش عندها شرط تالت واختارت الشرط التاني. بعد ما هو بدأ يلمسها بإيده وبيقول لها إنها تيجي جنبه، وهي راحت لعنده وهو خدها في حضنه وراحوا في النوم. تاني يوم يوجين وجين تاي قاعدين في الكافيه، ومدير الفندق جه وصبح عليهم، وجين تاي سأله إنه في حاجة ولا إيه. فالمدير قال إنه لو كان عايز يغير الأوضة بتاعته لفترة من الوقت. فرد جين تاي وقال له يعني كام يوم كده. يوجين مستغربة جدا، والمدير وقتها رد وقال إنه حوالي 10 أيام،
وهم جهزوله غرفة تانية، وهيكون في الطابق اللي هو هيكون فيه هيبقى فيه حراس أمن. وبعدها مدير الفندق كلمه وسابه ومشي. يوجين اتكلمت مع جين تاي وبتقول ايه اللي حصل. هي بتتكلم على المدير وبتقول انه هو اتعود انه هو يكون كويس مع وجوده في الطابق ال14. فرد جين تاي عليها وقال لها انه بيعرف يفصل الامور الشخصية عن العمل. بعدها جين تاي كان ماسك جريدة وبيشاور على الأخبار عشان يوجين تشوفها، فهي اتفاجئت جدا من الأخبار دي. والخبر بيقول إنه الأمير السعودي هيجي الفندق، عشان كده هو غير الغرفة. وجين تاي قال لها إن المدير لما بيعمل معاه كده دائما بيكون في حاجة مهمة، وكمان ده شغله. وقال لها إنه في 3 فنادق بتليق بالأمير السعودي، والفندق بتاع جين تاي هو اللي في المقام الأول. فيوجين قالت عشان هو الأشهر. فرد جين تاي عليها وقال لها عشان عيلته ليها علاقات تجارية مع العيلة المالكة السعودي. وبالنسبة للأمير السعودي الفندق ده هو المكان المفضل ليه. فيوجين بتقول إنها معتقدة إن جين تاي مش مهتم بالعمل، لكن غريبة إنه المرة دي مهتم جدا بيه. نيجي لبعد كده، جين تاي كان في حمام السباحة، ويوجين كانت بتدور عليه وقتها، وجت وبتقوله إنه كان بيقولها إنه جاي هنا عشان هي كانت بتدور عليه. فهو رد عليها وقال إنه الراجل اللي في الفندق اتصل بالأوضة وهي ما ردتش عليه. فهي بتقوله إنه الراجل ده هو هيئة الأركان المشتركة، وهو الشخص اللي عامله معاملة كدمية. فرد جين تاي عليها وقال لها أيوة هو. فهي قالت إنها دلوقتي ليها حق إنها تزعل منه. بعدها قالت إنها يعني ملهاش حق فيه إنها تسأل. فرد جين تاي وقال لها إنها ليها حق طبعا. يوجين لسه هتتكلم، راح جين تاي مسكها ووقعها في المية معاه. وبكده يكون انتهى الفصل. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام يا أصدقائي.